أن تتخلص من حركته ضد دينك، فيكفي انك انت تزهق الروح ما تمثلش بقى بيه وتقطع منه اذا قتلتم فاحسنوا القتله، يعني ما تمثلش بيه، لان القتل المراد من القتل ايه؟ ان امنع حركته في مصاوده دينه. نعم. وما دام منعتها ما اقعدش انا امثل بقى، دي اتشعلت نفسي بقى. نعم. هل ما المقصود يعني المراد من هذه الوصيه؟ ايوه الامام احسنوا القتله في الحيوان، في الطير، في كل ولذلك يقول لك لازم تحد شفرتك. ما احنا لسه هنكمل دلوقتي. حد الشفره علشان ما تطيلش امد العذاب نعم. يعني ما تقعدش تحز لي كده وتحز كده، لان الحز ده هيوجد ايلام، والاصل فيها ازهاق حياه. ازهاق الحياه. نعم. ايوه علشان السكينه تيجي مره كده. ليرح ذبيحته. ليرح ذبيحته. نعم. ما تجيبهاش كده وايه، نيمها كده كويس كده وخدها كده، ما تتعذبهاش قبل ما تذبح. نعم. فضيلة الشيخ، لأن الذبح شيء والإهلاك شيء آخر. الإهلاك بمعنى يا مولانا؟ يعني الموت. نعم. هناك القرآن لما قال على الهدهد قال إيه؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لأتينه أو لأذبحنه. نعم. أذبح ينهي الحياة. وعذبه أألمه مع بقاء الحياة. هذا الفرق بين فضيلة الشيخ، أحيانا نرى من يقومون بالاصطياد بالاصطياد لبعض الطيور فيقطعون رقبته فورا باليد لا بالذبح. لا خلاص ما ينفعش. ما الذبيحة عندي. ما قلب هذا الإنسان الذي يفعل هذا؟ قلبه. ما هو بيقول لك ايه ده؟ في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا بيبين لي على دي. الله غفر لرجل سقى كلبا. كلب بيلهث كده فما فيش حاجة دخل البير وجاب له خفه وملى الخف ميه وواحد دهاله. نعم. الإحسان أن تصنع الشيء على أحسن وجوهه ليحقق غرضه بدون زيادة إيلام. نعم. ومن لا يصنع هذا خلاص بقى هو يبقى خالف أمر الله وأمر الرسول. نعم. إذن هذه المخالفة تحتاج منا إلى أن نقف وقفة لمن يخالف شرع الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزله زي ما قلنا زمان، أعزله عن مجتمعه. أعزله عن المجتمع. نعم. هذا هو العلاج. نعم. لو أن كل الناس شافوا واحد عمل كريمة وعزلوه عن مجتمعهم، نعم، هو يؤوه إلى المجتمع غصب عنه. نعم. إذن العزل في هذه الحالة فيه الصلاح للباقي. نعم. فيه الصلاح للباقي طبعا. نعم. وإن لم يعزل ولا نفعل الثلاثة الذين خلفوا. نعم. عمل فيهم إيه؟ سجنهم؟ لا. خلاهم أحرار في المجتمع يروحوا ويجوا بس ما حدش يكلمهم. حتى امرأته نهاها أن تمكنه من نفسها. هذا الكلام. طيب فضيلة الإمام، هذه الوصية تحتاج إلى ختام موسع من فضيلتكم. نعم. حتى يعني تحتاج إلى ختام. حين تطلبه من غيرك الإحسان في عمله معك. أيوة. فكأن الله طلب الإحسان من الغير في عمله معك أنت. يبقى طلب منك أن تحسن في غيرك، وطلب من كل غير في الوجود أن يحسن لك. يبقى من الكسبان؟ الله. إذا فلا بد الإنسان أن يكون محسنا في كل أموره. في كل أموره. حتى إن الله يحب الرفق في كل شيء. الله. ما تدخل الرفق في شيء إلا زانه. نعم. ولا نزع من شيء إلا شانه.